لو عايزة تاكلي كيكة طرية اسفنجية بتدوب كده في البق ومش محتاجة أي حاجة جنبها، ولا حاجة سخنة ولا كوباية عصير، يبقى لازم تقومي تجربي كيكة الرواني دي. أول حاجة هنعمل الشربات، محتاجين كوبايتين إلا ربع من السكر يعني 350 جرام، وهنضيف عليها كوبايتين من المية وعصير نص ليمونة صغيرة، وهنرفعها على النار، وأول ما بتغلي بنهدي النار نخليها كده متوسطة ونسيبها 3 أو 4 دقايق ونطفي عليها. بالنسبة للكيكة احنا بنحتاج 4 بيضات يكونوا بدرجة حرارة الغرفة، وبنضيف عليها من كوباية الا ربع لغاية كوباية من السكر، يعني من 150 ل 200 جرام من السكر، وبعد كده هنضربهم كويس جدا بالمضرب الكهربائي لغاية ما السكر ما يدوب. الخليط بتاعنا ده هتلاقوه بقى فاتح كده وكميته زادت بالشكل ده. الخطوة دي هتاخد تقريبا من 3 ل 4 دقايق. بعد كده هنضيف عليها معلقة من الفانيليا، معلقة صغيرة من الفانيليا، ولو النوع يعني الفانيليا بتاعته مش قوية قوي خلوها نص معلقة كبيرة من الفانيليا. وهنقلل سرعة المضرب لأقل حاجة، ونضيف كوباية إلا ربع من الزيت يعني 150 جرام من الزيت، وهنضربها كده لمدة نص دقيقة ولا حاجة. وبعد كده بنضيف رشة من الملح طبعا ما ننساهاش. ودلوقتي بقى هنضيف كوباية من الزبادي اللي هي تقريبا 220 جرام، اللي هي علبتين صغيرين من علب السوبر ماركت. طبعا لازم تبقى بدرجة حرارة الغرفة. انا للأمان بدفيها حاجة بسيطة كده في الميكرويف، بخليها فترة يعني مش دافية، لا فترة كده. بضيفها كده وبضرب برضو كده بخلط نص دقيقة، وبعد كده بضيف كوباية من دقيق السميد، ده دقيق البسبوسة اللي هو في أكياس بس السادة اللي معلهوش أي إضافات. الكوباية دي هتعمل 170 جرام. هقلب كده كويس، وبعد كده هضيف كوباية من الدقيق، كوباية من الدقيق يعني 125 جرام، وطبعا ننخلها كويس قبل ما بنضيفها عشان ما يكونش فيها أي تكتلات. وبنضيف معاها معلقة كبيرة من البيكنج باودر يعني 10 جرام. وهنخلط بقى كل المكونات دي مع بعض كويس جدا لغاية ما تتجانس وما يكونش فيه أي أثر للدقيق. وآخر حاجة بضيفها هي نص معلقة كبيرة من الخل. وبقلب بقى الخليط ده كله لغاية ما اتأكد ان كل حاجة بقت متجانسة بالشكل ده، وده القوام بتاعنا اللي احنا عايزينه. بعد كده بجيب الاسباتولا وبتأكد ان مفيش اي اثر للدقيق او للسميد من تحت. هجيب بقى صينية مقاس 25 في 35، بكون دهناها دهنة زيت او سمنة او زبدة اي حاجة يعني اي مادة دهنية، وبحط فيها الخليط بتاع الكيك بالشكل ده. وبالاسباتولا بروح كده واجي فيها بالشكل ده عشان اشيل اي فقاعات هواء تكون كبيرة او زيادة. وبرضو بخبط الصينية كده خبطتين 3. في الوقت ده ببقى مشغلة الفرن ومسخناها كويس على 180. بدخل الصينية في الرف الوسطاني، ولو عندكم مروحة شغلوها. الصينية بتاخد تقريبا من 35 ل 40 دقيقة لغاية ما تستوي، طبعا بتختلف حسب الفرن. بعد ما بتستوي إذا لقيتوا اللون من فوق لسه محتاج شوية، افتحوا الشواية في آخر دقيقتين. أول ما بنخرج الكيكة بنسيبها تهدى كده تقريبا 3-4 دقايق بالكتير، وبعد كده نبدأ نسقيها بالشربات. الشربات بيبقى دافي أو بدرجة حرارة الغرفة، بس أنا بفضل إن يبقى دافي شوية. أنا بضيف شوية من الشربات أول ما تشربهم، بضيف شوية التانيين لغاية ما بخلص كل الكمية بتاعت الشربات، هي مش كتير على فكرة، مناسبة جدا للكيكة. بعد كده على طول بروح رش عليها من فوق كده رشة جوز هند، طبعا بسبب الشربات فهي بتمسك على طول في الوش بتاع الكيكة. وسيب بقى الكيكة لغاية ما تهدى خالص، يعني سيبوها ساعة 2، وبعد كده قطعوها. انا سبتها تقريبا ساعة وبعد كده بدأت اقطعها. شايفين بقى وانا بقطعها باين قد ايه القوام بتاع الكيكة طري كده واسفنجي، بجد تجنن وهتحبوها جدا. ميزة الكيكة دي ان هي كل ما بتقعد الطعم بتاعها بيبقى اخف واهدى. يعني هي في الاول كده وهي سخنة ممكن لو كلتوها تحسوا ان هي مسكرة شوية، لكن لما بتبرد تماما كده مثلا بعد 3-4 ساعات او حتى تاني يوم، بتبقى طعمها ألذ بالنسبة لي كتير، وبتبقى خفيفة كده ومش تقيلة. بس طبعا عشان نحافظ على الطراوة بتاعتها لازم اول ما بتبرد تماما بنغطيها بكيس بلاستيك او بستريتش راب، هتفضل طرية لغاية اخر قطعة. شايفين بقى شكلها عامل ازاي؟ ومن جوه بقى فاتحة كده والمسام بتاعتها صغيرة، او يعني تحسوها كده اسفنجية شوية، وبجد طرية طراوة فظيعة. لازم تجربوها. نص المعلقة الكبيرة بتاعت الخل، او ممكن كمان نستبدلها بعصير كده نص ليمونة، بيساعد قوي ان الكيكة من جوه تبقى فاتحة بالشكل ده. يلا بقى قوموا جربوها وقولوا لي رأيكم فيها ايه. وما تنسوش لو عجبكم الفيديو انكم تعملوا لايك وشير عشان يوصل لأكبر عدد من الناس. وبالهنا والشفا مقدما لكل اللي هيجرب الوصفة، واشوفكم على خير الفيديو الجاي.